اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه افشانجلش. معاكم احمد يحيى. ويلكم. فيديو النهارده عن الليسننج سكيلز والامريكان كونتراكشن. هنتكلم النهارده عن المهارات السمعيه وازاي بيخلوا السنتنس او الجمله اقصر وهما بيتكلموا في الامريكان اكسنت. هيتعرض دلوقتي فيديوهين وحاولوا تسمعوا بيتقال ايه فيهم. تعالوا نشوف اول فيديو. دي كانت اول جمله، والجمله اللي في الفيديو الجاي اطول سيكه. الجمله اللي اتقالت في اول فيديو هي get out of here، واللي اتقالت في تاني فيديو we gotta get out of here. حضرتك بتقول ايه؟ يلا بينا نشوفهم ونفهم خطوة بخطوة بيتقالوا ازاي. الجملة اللي اتقالت في الفيديو اللي فات هي get out of here. get out of here. وبالمناسبة حرف الجر أو preposition of هنا نطق صحيح هو of، يعني نقدر نقول مكان صوت الأف هنا هو صوت الفي، فهتبقى of. ولكن حرف الجر اللي بدبل اف صوت الاف بتتنطق هنا زي ما هي، يعني نطق الكلمة هيبقى off. وقبل ما نبدأ ونعرف الجملة اتقالت ازاي، من الأفضل إن احنا نعرف 5 أصوات أو حروف مهمين جدا، وهما ال A وال E وال I وال O وال U، واسمهم بالإنجليش ال vowel sounds، وبالعربي الحروف المتحركة أو أصوات العلة. والحروف المتحركة لما بيجي بينهم T بيغيروا طريقة نطقها. عايزك تقول معايا الكلمة دي براوة. في الحقيقة أنا مش عارف يعني إيه براوة، ولكن كل اللي نستفاده من الكلمة اللي أنا مش عارفها دي هي الره بتاعتها. يعني عايزك تتخيل مكان التي اللي في كلمة water الره بتاعت كلمة براوة وتنطقها كده water water. كده احنا فهمنا نطق الكلمة دي. تعالوا نفهم حاجة تانية في السريع. kind of ومعناها نوعا ما، ونقدر نختصر حرف الجر of هنا ونخليه حرف ال A. يعني ممكن أقول الكلمتين دول بشكل أصغر kinda. نوضح استخدامها بشكل أوضح في جملة This music is kinda good. This music is kinda good. وبكده احنا عرفنا ازاي ننطق التي بين صوتين متحركين، وفهمنا اننا ممكن نغير حرف الجر of من نطقه الأصلي لحرف A. يلا بينا نطبق الكلام ده على الجملة اللي فوق. لو هنلاحظ هنا ان في أول كلمتين get out التي جاية بين حرفين متحركين، فبالتالي هنغير نطقها من التي للره بتاعت براوة زي ما عرفنا قبل كده، وهنغير حرف الجر of لحرف ال A، فهتبقى التي التانية هنا بين حرفين متحركين برضو، وهنغيرها لنفس صوت الر. تعالوا ننطق الجملة كلها مرة واحدة بعد تطبيق الاختصارات دي ونشوف نطقها هيبقى ازاي. تعالوا نتخيل انها هتبقى بالشكل ده، فهنبتدي نقولها get out of here get out of here. وعايزك تحس الجملة، يعني حاول تنطقها وانت حاسسها وتزعق فيها get out of here. وزعق فيها. في البداية أنا لما فهمت الجملة بتتنطق إزاي كان صعب عليا أوي أقولها، وكنت بقولها بالشكل ده get out of here get out of get out of here get out of here. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ولكن بعد ما اشتغلت على عضلة اللسان عندي الموضوع بقى سهل بالنسبة لي، فلو بتواجه نفس الكلام ده أحب جدا أقولك اطمن، مع الممارسة هتقولها زي الفل. طيب واحد يسألني سؤال ويقول لي يا أبو حميد، أنا لو قلتها get out of here زي ما هي مش get out of here والشغل ده هتفرق في حاجة؟ هقول له لا خالص. اما الفرق دماغنا ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت. ولكن أحب أقول لك سيدي المشاهد سيدتي المشاهدة، مش شرط نتكلم زيهم بالظبط، ومش شرط الأكسنت بتاعتنا تكون واحدة. الاختلاف دايما حلو وإلا الحاجة تبقى مملة. ولكن احنا بنعرف بيقولوا كده ازاي وليه عشان نبقى قادرين نفهمهم كويس ونسمعهم. يعني مش جايز انت تسمعها في فيلم او شخص ما بيقولها بالطريقة دي. مش وارد؟ وارد طبعا. فيا اعزائي الكرام انتوا دلوقتي قادرين على انكم تقولوا الجملة دي كويس وتسمعوها بعد ما فهمنا بتتقال ازاي. تعالوا نطبق الاختصارات اللي فاتت على الجملة التانية اللي اتقالت في الاول، وهي كانت we gotta get out of here، ومعناها اننا لازم نخرج من هنا. هنطبق قاعدة التي بين صوتين متحركين في كلمة جاتا، وهنبدل التي بالره اللي في كلمة براوة اللي شبه الفلاب تي، وهنقولها جارا. وباقي الجملة احنا دلوقتي عارفينها كويس. يلا بينا ننطق الجملة سوا بعد ما طبقنا الاختصارات. We gotta get out of here We gotta get out of here. مارس انك تقول الجملتين اللي فاتوا كويس عشان تمرن عضلة لسانك على الفلاب تي اللي قريب منها جدا الره بتاعت كلمة براوة. ونصيحة،
حاول تمرن أطفالك على النطق ده من وهم صغيرين عشان يبقى سهل بالنسبة لهم لما يكبروا إنهم يقولوا الفلاب تي. أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، ونتقابل إن شاء الله الفيديو الجاي. دمتم بالعافية. Get out of here. We gotta get out of here.